فتاريخ جماعة الإخوان المسلمين ليس تاريخ أشخاص أو بلدان أو مذهب من المذاهب، إنما هو تاريخ أمة أظهرها الله على ساحة الوجود، على مسرح الأحداث، في فترة من فترات التاريخ شديدة السواد، أحاطتها النكبات من كل جانب، فضربوا بذلك أروع المثل. تاريخ جماعة الإخوان المسلمين إنما هو تاريخ كفاح وجهاد لاسترداد ما ضاع وما سلب من أمتنا. فجاءت دعوة الإخوان المسلمين تبني ولا تهدم، تجمع ولا تفرق، لأنها دعوة الإسلام والسلام وحركة التوحيد والتجديد. أيها الإخوة الحضور، إن لجماعة الإخوان المسلمين ثوابت وقيم ومبادئ، نذكر ونذكر منها ما يلي: أنهم حريصون كل الحرص على المصلحة العليا للبلاد، أنهم أصحاب عقيدة وفكر ومنهج يستند إلى الإسلام، أن أهدافهم تتلخص في تطبيق شرع الله، وأن ذلك يتسق تماما مع دستور الدولة، وأن أهدافهم في ذلك يحققونها بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن سبيلهم في تحقيق ذلك هو النضال الدستوري عبر القنوات القانونية. وإن الإخوان المسلمين لا يرون أن واجب الوقت في هذه الظروف التي تمر بأمتنا يقتضي على كل القوى السياسية والنخب الفكرية أن تتوحد حول تحقيق ونحو تحقيق الإصلاح الشامل الذي يعيد لشعبنا الحياة الكريمة والنهضة الشاملة والحرية والعدل والمساواة والشورى. والإخوان المسلمون يرون أن الإصلاح السياسي يجب أن يكون هو نقطة البداية لإصلاح جميع مجالات الحياة، وأن الشعوب هي المعنية أساسا بمبادرة هذه الخطوات. وكذلك يرى الإخوان المسلمون أن هذه المشكلات العضال التي أصابت أمتنا لا تستطيع أي حكومة أن تقوى عليها ولا أي فصيل بمفرده، ولكنه عبء يجب على الجميع أن يتحمله. وراءها ما نحن فيه. مطالب الإخوان المسلمين عادلة، لأنها تتمثل في إطلاق الحريات العامة، في إلغاء العمل بقانون الطوارئ، في ضرورة حرية تكوين الأحزاب وإصدار الصحف، في إلغاء المحاكم الاستثنائية وإلغاء القوانين سيئة السمعة، في إجراء انتخابات نزيهة نيابية تعبر بصدق وحق عن إرادة الشعب.
أيها الحضور الكرام، لا أحب أن أطيل، والكل يعلم ما يمر بمصر الآن، بل وما يمر بأمتنا العربية والإسلامية. لقد مرت بنا أياما عسيرة وسنوات عجاف، وسادت فيها الأزمات حتى وصفها العلماء في الثالوث المدمر: الجمود السياسي، والظلم والفساد الاجتماعي، والتخلف التقني والعلمي. علاوة على ذلك أن المؤامرات مستمرة لتدمير هويتنا وتدمير أمتنا، وما هي عنا وعنكم بخافية. والمستهدف فيها الأنظمة أيضا قبل الشعوب. ولذلك نحن نناشد الأنظمة أن تصطلح أولا مع الله، ثم تصطلح مع شعوبها. لا نقول قبل أن تحل الكارثة فقد حلت، ولكن قبل أن تستفحل الكوارث. ونحن الإخوان المسلمين نمد أيدينا ونفتح قلوبنا ونعرض إمكاناتنا للنظام ولكل الناس، فلعل الله يكسر ويكسر من علياء السلطة وكبريائها علينا، ويشرح صدورها لنا. حمى الله مصر والأمة العربية والأمة الإسلامية من كل سوء، ورفع لواءها وخزل أعداءها. وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.